تعال اقول لك ازاي تعمل ترقيم تلقائي كده في الاكسل بمنتهى السهولة والبساطة. يلا بينا. طيب علشان نعمل ترقيم تلقائي في الاكسل في اكتر من طريقة. انا هستخدم في الفيديو ده دالة سيكونس. لو ما عندكش دالة سيكونس شوف الفيديو الجاي ان شاء الله هشرح فيه دالة او طريقة نستخدمها مع الاصدارات القديمة في الاكسل. انا هقول له كده بيساوي سيكونس اهو. طيب دالة سيكونس بتاخد 4 قيم. اول حاجة عدد الصفوف، بعد كده عدد الاعمدة، بعد كده الرقم اللي انت عايز تبتدي منه، بعد كده الرقم اللي انت عايز تزوده. انا مثلا هقول له انا عندي كام صف. الصف طبعا انا ما اعرفوش ليه، لان انا كل مره بزود بيانات، فانا عايز حاجه دايناميك تجيب لي رقم الصف او عدد الصفوف اوتوماتيك. كل ما ازود بيانات يزود الصف. فانا هستخدم داله اسمها كاونت ايه اهو، وهروح مثلا على العمود اللي هو بتاع الاسم، وليكن مثلا انا عايز كل ما ازود صف او اكتب بيانات في الاسم يظهر لي الترقيم التلقائي او المسلسل جنبه على طول. طب انا مش هينفع ابتدي من البي لحد البي، ليه؟ لان انا عندي اول صف فيه الاسم او العنوان بتاع العمود، فانا هقول له من بي 2 مثلا لغايه البي 3 تسعات مثلا او 4 تسعات على حسب حجم البيانات زي ما انت عايز حط يعني. حلو. وهقفل القوس بتاع كاونت ايه. بعد كده هو بيقول لي عدد الاعمده. انا عندي العمود واحد، هو عمود واحد بس. بعد كده بيقول لي عايز تبتدي من رقم كام. انا هقول له من رقم واحد. تقدر تكتب الارقام اللي انت عايزها. عايز تزود قد ايه. انا هقول له زود كل مره واحد، او هقفل كده داله سيكونس وهدوس انتر. طبعا هو ظهر لي هنا الرقم ده لان مفيش اصلا حاجه عشان يعدها. انا هقول له هنا بمنتهى البساطه احمد مثلا عنده مثلا 30 سنه، ظهر لي اهو واحد. بص بقى لما اكتب هنا مثلا محمد اللي هيحصل، واكتب 20 ظهر له مسلسل جنبه. وكل بقى ما هزود بيانات زي ما انت شايف اهو هيعمل ايه، هيظهر لي كده ترقيم تلقائي اهو بمنتهى السهوله والبساطه. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.